خير. الفيديو ده عن ازاي نتعلم انجلش لوحدنا في البيت. مبدئيا يعني اي حاجه انا هقولها في الفيديو ده سواء بتاخد كورس او ما بتاخدش كورس لازم الحاجات دي تتعمل. الكورس مش سحر يعني. في حاجات انت كده كده لازم تعملها. هو الجست كورس انه بيحطك على اول الطريق وبس، بيبقى معاك زي التيتشر ده بيبقى زي مرشد معاك وكده. بس يعني بيقولك ايه الصح ايه الغلط. بس مذاكره انت اللي هتذاكر، يعني انت اللي لازم تبذل افورت. فنمبر 1، سواء هتاخد كورس او مش هتاخد كورس، لازم يبقى فيه عزيمه واراده وتبقى عارف ان انت هتستثمر وقت ومجهود في الموضوع ده. يعني تعلم اللغه ده مش حاجه سهله خالص، هو طريق طويل and it's hard. بيبقى يعني زي كأنك مثلا عايز تعمل فورمه في الجيم مثلا، الموضوع بياخد وقت وشهور. فاس ذا سيم از باللانجوج، فمحتاج انك تبقى عارف انك هتستثمر وقت ومجهود. حتى لو هتاخد كورس لوحده مش هينفع. اوكي. طيب، language بيبقى فيها four skills. اي language بيبقى فيها four skills: reading و writing و listening و speaking. الريدنج ازاي نحسنه في البيت؟ مبدئيا بنجيب كتب، او في كتب كتير اونلاين او اي موقع اي ويب سايت، applications، حاجه مثلا نقرا منها لو عندنا كندل، ونقرا اللي فيها اي حاجه. مهم ان هي تبقى مناسبه لمستواك، دي اول حاجه. تاني حاجه تبقى مسليه بالنسبه لك، ما تبقاش حاجه ممله. يعني ما تجيبش حاجه علميه مثلا وانت مش مهتم بالحاجات دي، تجيب حاجه عن توبيك انت بالنسبه لك مهم ومسلي. هتقعد تقراه، وانت بتقراه طبعا هتلاقي حاجات، طبعا بتلاقي حاجه مناسبه لمستواك علشان ما تبقاش قاعد مش فاهم حاجه خالص فيجي لك احباط. وانت بتقرا هتلاقي في حاجات انت مش فاهمها، مثلا هتحط تحتيها خط وهتحاول انك تستنتج معناها من سياق الكلام. وبعد كده بعد ما تخلص قرايه هتروح على الديكشنري، ويفضل انه يكون انجلش عشان تعود مخك انه يفكر بالانجلش. العربي completely different عن الانجلش. فهتروح تشوف معناها، طلع صح كويس بنسبه كبيره هيطلع صح. واديك عرفت معنى الكلمه وعرفت تستخدم في ايه. طلع غلط هتعرف الصح، وهتعرف ازاي تحطها في جمله. اوكي، علشان ما تبقاش لازقه في دماغك الكلمه ومعناها غلط. اوكي. الرايتنج نفس الكلام. محتاج تكتب حاجه تقريبا كل يوم، محتاج تكتب حاجه حسب مستواك طبعا. يعني مثلا ممكن تكتب انت عملت ايه الاسبوع اللي فات، تكتب هتعمل ايه الصيف الجاي، حاجه جمل بسيطه يعني على حسب الليفل اللي انت فيه والليفل اللي انت عايز توصل له. اهم حاجه انك تكتبها بايدك مش على التابلت ولا على الكمبيوتر. عندي ستودنتس كتير الانجليش بتاعهم حلو بس السبيلنج بتاعهم سيء لان هم متعودين على السبيل تشيك. الكتابة بتساعدك على حاجتين: أول حاجة زي ما قلنا السبيلنج، تاني حاجة بتساعدك إنك تحفظ الكلمة. وانت بتكتب مخك بيبقى شغال، فبتلاقيك بتحفظها بسهولة أكتر من إن انت تعمل لها تايبنج. ده بالنسبة للرايتنج. الليسننج والسبيكينج أهم حاجة في اللانجوج، ودول زي مثلا أكنك عندك بيبي. انت لو عندك بيبي بتعلمه ازاي؟ بتقول له حاجة هو بيبدأ يرددها. تمام، هو نفس الكلام كده. انت عمرك ما هتتكلم الا لما تسمع الاول، عمرك ما هتتكلم اللغه الا لما تسمع الاول. في كذا حاجه ممكن تعملها. اول حاجه الافلام. بتتفرج على افلام اجنبي والترجمه بليز بالانجلش مش بالعربي، لان انت اول حاجه بتعود ودنك ان هي لو انت بتتفرج بالعربي انت بتلغي ودنك. فانت قاعد بتتفرج على الاكشن اللي بيحصل قدامك وبتقرا الترجمه بالعربي، فانت اصلا مش مركز في الانجليش. فلازم الترجمه تبقى بالانجليش ومن نفس الموقع اللي كنا بننزل منه اللي هو subscene.com. فانت بتسمع، بتعود ودانك انك تسمع، ولو الكلمه وقفت قدامك بتقرا الترجمه بالانجليش بتاعتها. ان شاء الله باذن الله when you reach يعني an advanced level هتلاقي نفسك مش محتاج الترجمه اصلا. ده بالنسبه للافلام. في applications على الموبايل. اوكي. في ابلكيشنز على الموبايل حتى بتخليك تشتغل 5 دقايق في اليوم بس. برضو بتسمع منها حاجات. اهم حاجة ان بيكون يعني تتأكد ان فيها برضو listening وحد بينطق عشان تردد وراه. اليوتيوب مليان channels بتاعت انجلش لانجوج قد كده. كل اللي مطلوب منك انك تكتب free language courses مثلا for beginners، هتلاقي حاجات كتير قوي طلعت لك. شوف الاكسنت اللي انت مرتاح معاها وابدا معاه. اهم حاجه بالنسبه لي وذا موست افكتيف هي السونجز. الاغاني بالنسبه لي يعني are the best method to learn. الاغاني احلى حاجه فيها ان هي قصيره، فما بتحسش انك زهقان، مش فيلم انك مضطر انك تضيع 9 ونص في اليوم. لا، هي قصيره واحنا كلنا بنحب الاغاني. فانت بتسمع الاغنيه وبتدور على الليركس من على الانترنت وبتبدا تغني معاها. ده بيشغل بقى عندك حاجات كتير قوي. بيشغل عندك الجرامر، تلاقي نفسك عارف الجرامر بتاع جمله من غير ما تذاكر. الفوكاب بتعرف كلمات كتير قوي. الفلوينسي اللي هي سرعه الكلام، انت بتغني مش حاسس انك قاعد، حاسس انك بتتكلم بطلاقه وثقه.
وبيديك طبعا confidence زي ما قلنا اللي هي الثقه، بيحسس pronunciation عندك جدا. الحاجات دي كلها مهمه جدا، وبتيجي مجرد من سماع الاغاني بس. انت تبقى عارف الاغنيه وبتقرا معاها الليركس فيديو من على الانترنت، بتلاقي نفسك اتحسنت جدا. طبعا الاغاني بيبقى فيها كتير ناس بتتكلم سلانج وبيبقى فيها غلطات، بس مش مشكله يعني، احنا في الاول بس بنأسس وبعد كده الحاجات دي بتتظبط بعد كده. وبعد كده طبعا احنا كده اللي احنا بنعمله ده ان احنا بنسراوند اور سيلف باللانجوج. يعني انت تبقى 24 ساعه بتحاول ان اللانجوج تبقى موجوده في حياتك، بتقرا بالانجلش، بتتفرج على افلام بتتفرج بالانجلش، بتسمع اغاني في العربيه في المواصلات في اي حاجه بالانجلش. فتلاقي نفسك غصب عنك الانجلش بقى موجود في السبكونشس بتاعك، فتلاقي نفسك بتتحسن يوم بعد يوم. بعد بقى الحاجات دي لازم كل يوم نص ساعه تقعد تذاكر. خلاص يعني سواء مثلا انت فاضي الصبح او فاضي بالليل، يستحسن بالليل، لان انت لما بتذاكر قبل ما تنام بتبقى الذاكره يعني بحسها بيبقى احسن لما تصحى تاني يوم. نص ساعه تقعد تذاكر الحاجات اللي انت اتعلمتها النهارده. اتعلمت 5 كلمات، يبقى 5 كلمات واكسبريشن واحد مثلا، يبقى تقعد تذاكرهم النهارده.